3 نقاط بداية موفقة لفريقنا العزيز والغالي فريق الرجاء الرياضي في الحملة ديالو من أجل أنه ينافس على البطولة الوطنية لهذا الموسم هذا. المقابلة اللي كنا عارفينها أنها ما غاديش تكون سهلة وأنها غيكون فيها ضغوطات خصوصا على المدرب وأيضا على اللاعبين لأنهم خصهم يفوزوا واليوم خصهم أنهم يهديو لجماهير فريق الرجاء الرياضي 3 نقاط. وكان هاد 3 نقاط هذه مهمة بزاف للإدارة باش أنها تنفس شوية من بعد الضغط الكبير اللي عليها وايضا بالنسبه للاعبين من اجل انهم يدخلوا في الاجواء ديال المنافسه على البطوله هذا الموسم. قبل ما نهضروا على اللقاء بغيتكم انكم تقولوا لي التقييم ديالكم في الاداء ديال اللاعبين الجداد اللي سناو مع فريق الرجاء الرياضي، واخا ما لعبوش وقيته كثيره في هذه المقابله هذه لكن غادي يكونوا مبينوا على المستوى ديالهم. نتمنوا انكم تقولوا لي شكون هو اللاعب اللي عجبكم اكثر من البقيه وشكون هو اللاعب اللي بان لكم انه ما قادرش انه يقدم الاضافه لفريق الرجاء الرياضي. مبروك 3 نقاط على جماهير فريق الرجاء الرياضي، بدايه موفقه. 3 نقاط اللي كانت مهمه اللي غتخلي لفريقنا العزيز والغالي انه يدخل ويتكونسونطرا ويدخل في اجواء المنافسه على البطوله. ماتش اللي كنا كنعرفوه غيكون صعيب، ماتش اللي ملعوب في ملعب اللي كنلقاو فيه معاناه كثيره لانه صغير، ولكن اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي وايضا المدرب كانوا رجال وكانوا قد المسؤوليه اللي عليهم وفازوا ب3 نقاط اللي غتخليهم انهم يرتاحوا في المقابلات الجايه ويدخلوا يتكونسونطراو باريحيه على المقابله ديال الجيش الملكي، لان المقابله الاولى كيكون عندها دور كبير خصوصا من الناحيه النفسيه بالنسبه للاعبين وايضا في الاداره وايضا بالنسبه للمدرب. كون كان لا قدر الله اي تعثر غتخليك انك تدخل في واحد الدوامه ديال الشك، وهذا الشيء اللي ما كناش بغينا والحمد لله والشكر لله انه هذا الشيء ما كانش. بالنسبه للمقابله، المقابله في الشوط الاول كان شيئا ما شويه ما هياش هذيك بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي خصوصا في التشكيله اللي اعتمدها المدرب، لان شفنا 4 ديال اللاعبين في خط وسط الميدان وراس حربه اللي ما موالفش كيلعب في هذاك البوست. ملي شفت التشكيله عرفت ان الفريق غيلقى معاناه كبيره في بروميير ميطا، لكن المدرب زنا باور كنعرفوا انه كيعرف كيفاش يدخل في دوزيام ميطا. الحمد لله ان الهدف جا مبكر ديال التعادل، هادشي اللي خلى فريق الرجاء الرياضي يزيد تعطى ليه الثقه باش انه يقلب على اهداف اخرى، والحمد لله فريق الرجاء الرياضي قدر انه يمارك 2 اهداف اخرى بالفضل ديال اللاعب الوردي اللي برافو عليه. نتمنوا انه يزيد يخدم على راسو، بين انه لاعب ممكن اننا نعتمدوا عليه في قادم المقابلات. نتمنى انه يزيد يخدم على راسو وانه يطور راسو وانه يتكونسونطرا في الكره وينسى حوايج اخرين. لاعب اللي ممكن انه يقدم كثير لفريق الرجاء الرياضي. الهدف ديال الزرهوني، برافو الزرهوني، كنا كنعتمدوا عليك وكنا تايقين فيك وقدمتي لنا هدف ديال التعادل ايضا برافو. اليوم فريق الرجاء الرياضي في دوزيام ميطا كان غير، لكن بالنسبه للمدرب راه ماشي ديما في دوزيام ميطا ممكن انك تقدم هذا الشكل هذا وترجع في المقابله. ايضا لو كان تلاقيتي مع مدرب اللي كيعرف يدرس الخصم ممكن انه يسد عليك المساحات. هادشي اللي دار المدرب ديال يوسف بيات برشيد، لكن ما قدرش انه يواجه الهجوم والمد الهجومي ديال فريق الرجاء الرياضي. دخل 4 ديال اللاعبين في وسط الميدان اللي كانوا شيئا ما دفاعيين اكثر من انهم كانوا هجوميين، كان باغي يسد المقابله ويخليها تجري للتعادل. لكن الحمد لله جرت المياه بما لا تشتهي السفن، وفريق الرجاء انتصر اليوم وقدم لنا مقابله وقدم لنا 3 نقاط اللي كانت مهمه رغما عن الاداء ورغما عن الشكل التكتيكي ورغما عن النظره العامه اللي كان مهم في هذه المقابله. راه جابوا المدرب وجابوا اللاعبين، هما 3 نقاط اللي غيخليونا ان شاء الله مرتاحين في باقي المقابلات. مبروك لجماهير فريق الرجاء الرياضي، مبروك للفريق الاخضر، مبروك للاعبين، مبروك للطاقم التقني، مبروك للجماهير. هذا الانتصار هذا نتمنوا انها تكون بادره خير ونشوفوا انتصارات كبيره ان شاء الله اللي غيحققها الفريق ديالنا العزيز والغالي باقي المقابلات في المشوار ديالو من اجل التتويج بالبطوله الوطنيه. بدايه موفقه، نتمنوا خير ان شاء الله. تلاقاو في فيديو جديد ومبروك لجماهير الرجاء الرياضي.